وصفة كلها جبن وصوص أبيض وبطاطس وجبنة موتزاريلا، مش ممكن محدش يحبها. كل الناس عندي في البيت بيحبوها، حتى الأطفال بالذات. لو انتوا من الناس اللي غاوية المكرونة بالبشاميل أو النجريسكو، الصنف ده هيبقى ناجح معاكوا جدا. هو مفيهوش مكرونة، هو بطاطس، بس هي من نفس العيلة بتاعة الأكل اللي هو فيه بشاميل وفيه صوص أبيض وفيه جبن. هشرحها لكم دلوقتي، هي سهلة قوي. كان عندي لحمة مفرومة أنا معصراها من قبل وبحب أحطها في الفريزر تبقى جاهزة. طلعتها وحطيت عليها صوص أحمر جاهز برضو تسهيلا. ممكن الحاجات دي نبدأ نعملها من سكراتش، بس طبعا كده بتبقى أسرع. على المبشرة أو ساعين خالص اللي هي بتبقى شرطة. ببشر البطاطس بتاعتي زي الشيبس. دي بطاطس نية، وأنا هستخدمها كده هو نية. مش هنسلقها الأول ولا حاجة، هي هتستوي في الفرن، هتبقى كويسة جدا لأن سمكها رقيق قوي. دول كانوا حوالي 5 بطاطسات. بجيب علبة كريم تشيز، وبنزلها عندي في الطبق. وبحاول أفركها كده قد ما أقدر، وبحط عليها كوباية لبن، معلقتين دقيق، وملح وفلفل، وبقلبهم في بعض كويس جدا بمضرب السلك عشان اتأكد ان مفيش اي كلاكيع ولا دقيق ولا جبنة من الجبنة الكريمي بتاعتي. وبحط عليها الملح والفلفل وزعتر، اللي هو الزعتر الناشف لو فيه، او اي توابل انتوا تفضلوها برضو. لو انتوا بتفضلوا توابل تانية، بابريكا او كده ماشي، بس انا بالنسبة لي بفضل الزعتر. ومعلقتين توم مفروم او معلقة واحدة كفاية. وبنقلب الخليط ده كويس وبنخلطه مع بشر البطاطس بتاعنا اللي احنا كنا بشرينها زي الشيبس. اتأكد ان الاتنين اختلطوا ببعض كويس قوي. بقلبهم في بعض حلو كده، خلاص احنا خلصنا الاكلة دي. بحط الاول في الباركس بتاعي اول رئة او يعني احنا هنعملها لايرز. اللاير الاولانية هتبقى اللحمة المفرومة بصوص الاحمر اللي هو انا سبته على النار شوية علشان الاتنين يشربوا من بعض. وبعدين جبنة موتزاريلا، انا حطيت زيادة على الجبنة الموتزاريلا جبنة رومي مبشورة برضو بتدي طعم، دي اختياري. الجبن عموما اختياركم، النوع اللي بتفضلوه حطوه. وبعدين بنحط البطاطس بتاعتنا اللي هي بخليط اللبن والجبنة والثوم، وبنسويه وبندخله الفرن لمدة 20 دقيقة. وبنطلعه بعد 20 دقيقة بتكون خدت 3/4 سوا. بزود جبنة موتزاريلا على الوش وبدخلها لمدة 10 دقايق كمان. انا بحب ازود الجبنة الموتزاريلا في الاخر مش من الاول، عشان لما بحطها من اول السوا بتنشف. وده بيبقى الشكل النهائي للصنف بتاعنا، وهو كده خلاص بيبقى خلص. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، والف هنا.